1 2 3 فيفا لي فاكونس. هيا فيف لي فاكونس. هذه هي الجزائر الذي ضحت بملايين الشهداء من أجل الحفاظ على هذه الأرض، من أجل الحفاظ على كل مواطن جزائري، من أجل الشعب الجزائري، ومن أجل الحفاظ على الشعب الجزائري. وما ننسى أيضا من أجل الحفاظ على الجنسية الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أحمد عادة ابن فلسطين. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم. طبعا الفيديو اللي اليوم معنا يتحدث عن الشايب أو الختيار خالد الذي غدر الجزائر والجزائريين. بالبداية بتمنى منكم فقط تدعموا هذا الفيديو من خلال زر اللايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتشيروا هذا الفيديو على أوسع نطاق من أجل توصيل صوتنا إلى جميع أنحاء العالم، علشان تكون سبب في دعم صوت ابن فلسطين. ما بدي أطول عليكم أكثر بالكلام، دعونا مباشرة نتوجه ونشاهد هذا الفيديو. يواصل الداب خالد خرجاته الاستفزازية وشطحته وتصريحاته غير المسؤولة تماما، غير مقدر لحجم العواقب التي قد تنجر عنها، خصوصا وأنه محسوب على الجزائر والجزائريين. ولم يتعد الشاب خالد من الحملة التي قادها الشعب الجزائري في وقت سابق بسبب لسانه الذي اعتاد استفزاز الجزائر والجزائريين والتطاول عليهم، بل سجل مجددا اسمه ضمن خانة الأشخاص غير المرغوب فيهم تماما بالجزائر بعد إعلانه للإعلام المغربي ولا مطلق لمحمد السادس، وهو الرجل الذي لم نسمعه من قبل يدلي بهذه الكلمة تجاه رئيسه الفعلي والمباشر عبد المجيد تبون. ويبدو بأن شاب خالد يريد العودة للأضواء بأي طريقة ولو بالتودد المقابل لنظام المخزن المغربي نكاية في الجزائر، حيث عبر الفنان المغربي الحامل للجنسية الجزائرية الشاب خالد عن سعادته البالغة بالتواجد بالمملكة المغربية، معلنا بكل وقت فخره بحضوره ما يسمى حفل الولاء للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 من اعتلاء عرش المغرب. ويواصل المغني الذي جعلت منه الجزائر اسما في عالم الراي خرجاته الاستفزازية في ظرف استثنائي تعيشه الجزائر، حيث أكد الشاب خالد في تصريح للصحافة المغربية أن حضوره ضمن الفنانين والمشاهير ضمن حفل الولاء المقدم للملك محمد السادس هو أمر واجب يتخذه الشخص بقناعة، وهو سعيد بذلك في الوقت الذي يقود فيه المخزن حملة ضد كل ما هو جزائري. فلم يتردد الداب خالد إعلان ولائه لأمير المدمنين محمد السادس، مستفزا بذلك الجزائريين بكل وقت. نحكوا على بلادنا، على سيدنا كون محمد القانون. خويا اسمح لي، علاقتي انا وسيدنا اخوه كبيره سا ماجيستي، والاحترام وشفت كذلك الحمد لله يا ربي الله يطول في عمره. وبالنسبه لي المغرب راهي تغيرت كتير، اسمح لي تغيرت كتير. وش نقول، وراني قلتها ما في الخارج، قلتها في العالم كله. انا باش تشوفوا كاين واحد ملك سيدنا اللي الراجل ما اسمح لي خويا ما ينعش وكل شيء، راه شو دار خويا، راه الحمد لله يا ربي. المغرب ما راهيش المغرب تاع زمان، المغرب تاع تطور، المغرب تاع لا نوفيل جينيراسيون، المغرب تاع ان شاء الله ومازال تزيد ومازال نزيدوا ومازال ان شاء الله ردوا الاخرين يغيروا منا.
هالمشروع فاش حاب سيدنا، والله يطول في عمره، الله يخليه لينا ويخليه المغرب العربي كله. تسبب حضور الشاب خالد المعروف بلقب ملك الراي إلى حفل الولاء الذي أقيم بمناسبة الذكرى 25 لتولي الملك محمد السادس العرش، في إثارة جدل واسع وغضب بين نشطاء جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي. في تصريح له بشأن مشاركته في هذا الحدث، عبر الشاب خالد عن سعادته قائلاً: لي الشرف بوجودي وحضوري بمناسبة عيد العرش، وهذا أمر واجب. وقد لاقى تصريحه استنكاراً من بعض الأوساط الجزائرية التي اعتبرت حضوره إشارة غير مبررة إلى الولاء للمخزن. من الجدير بالذكر أن الشاب خالد الذي يحمل الجنسية المغربية منذ أكثر من 10 سنوات يعيش في مدينة مراكش في فيلا منحها إياه الملك محمد السادس. لم يتردد خالد في التعبير عن حبه للمغرب وفخره بجنسيته المغربية، وقد أثار حضوره لحفل الولاء موجة من الانتقادات بين الجزائريين الذين رأوا في ذلك إشارة إلى دعم غير مباشر للمملكة المغربية في سياق العلاقات المتوترة بين البلدين، حيث اعتبر بعض المعلقين أن الشاب خالد بكونه الأجنبي الوحيد بين الفنانين المغاربة المشاركين في الحفل قد يكون مقصوداً إثارة استفزاز في الجزائر. وأضاف البعض بتهكم أن الداب خالد قد يكون يسعى لجذب الانتباه أو تحقيق أهداف معينة عبر إعلانه الولاء للمخزن، معتبرين أن تحركاته ومواقفه قد تعكس تحولات في علاقته بالجزائر. هل ما رأينا هذا الفيديو؟ يمكنكم أيضا التعبير عن آرائكم في صندوق التعليقات. عبر عن رأيك بحرية. ما تنسى تدعم صوت الأم فلسطين من خلال هذه الحلقة بزر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس. ما بدنا أقوال، بدنا إحنا أفعال. إحنا زهقنا من الأقوال وإحنا معك وإحنا معك وإحنا معك، فصار إحنا بدنا نشوف الفعل. فما تحكي لي إنه أنت معي وأنا ما بشوفك إلا في البثوث المباشرة. بدك تدعمني الفيديوهات أمامك، يمكنك دعمي من خلال الفيديوهات فقط. علق على الفيديوهات، ادعم هذا الفيديو، شير فيديوهاتي. تحياتي لكم جميعا من هنا من قلب فلسطين. شكرا على كل شخص بحاول يدعمني وبيساندني. شكرا لكم جميعا، تحياتي لكم من هنا من قلب فلسطين. ما تنسوا تعبروا عن آرائكم في صندوق التعليقات بخصوص موضوع حلقتنا لليوم، وشو بتحبوا توجهوا رسالة للشايب أو للختيار خالد. فمثل ما رأينا يمكنك أنت أيضا عزيزي المشاهد التعبير عن رأيك بحرية بصندوق التعليقات. فلتحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها. تحيا الجزائر وعاشت فلسطين حرة عربية. بنهاية هذا الفيديو من قناة أحمد عودة ابن فلسطين بحب أتشكركم على المشاهدة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. يعطيكم ألف عافية أصدقائي، واستنونا بفيديو جديد.